السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع حلقة جديدة من مسلسل الخائن، وياريت تشرفونا بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفونا. ويلا بينا ندخل على أحداث الحلقة اللي بتبدأ. والدكتور زياد قال لأسيل: أنا لازم أتناقش مع إدارة المستشفى بخصوص اللي حصل النهاردة، وانت اعتبري نفسك في أجازة مفتوحة لحد ما نقرر هنعمل ايه. طبعا كانت صدمة بالنسبة لها، لكن ما اتكلمتش وخرجت، وأيمن كان لسه مستنيها وقال لها لو حابة تتكلمي أنا موجود. بس هي شكرته ومشت. أما سيف لما خرج من المستشفى اتصل بالمحامي وقال له: أنا جايلك حالا بخصوص حضانة يزن. وشافته جمانة واستغربت، ووقتها رن تليفونها وكانت نادين، وسألتها لو ينفع يتقابلوا كمان شوية، بس هي قالت لها الدنيا مكركبة على الآخر. حتى سيف كان هنا. أنا هدخل لأسيل أعرف اللي حصل وبعدها هكلمك، وقفلت. في الوقت ده كانت أسيل بتجمع كل أغراضها اللي موجودة في مكتبها، وده كان صعب جدا عليها. وكان في عروسة لعبة جابتها ليها بنوتة صغيرة، وقالت لها يومها أنا لما أكبر هكون دكتورة زيك. فرحت أسيل وقتها وضمتها ليها بحنان. وقتها دخلت مايا عليها وبكل حزن قالت لها: تحبي أساعدك؟ شكرتها أسيل، وكملت مايا وقالت: الحقيقة هتبان، أنا متأكدة، أصلا محدش مصدق اللي انكتب. بس أسيل أعطتها القلم الخاص بيها كذكرى منها. رفضت مايا تاخده وقالت لها: انت كده بتقوليلي انك مش هترجعي تاني. قالت أسيل: خليه معاكي. ووافقت مايا وودعوا بعض، وقالت بدموع هنشتاقلك، وبعدها خرجت. افتكرت أسيل أول مرة اشتغلت فيها في المستشفى، وقد إيه زياد كان طاير بيها، وقال لها إن يمكن في يوم تكون هي رئيسة المستشفى. وبتفوق من الذكرى دي وبتاخد أغراضها وبتخرج، بس جمانة لحقتها وسألتها إيه اللي بيحصل وليه سيف كان هنا. ردت وقالت: أنا دلوقتي في أجازة مفتوحة وبيسألي رفيقك عن السبب، وسابتها ومشت. أما سيف كان في طريقه وخلع محبسه بكل ضيق ورماه. ووقتها رن تليفونه وكانت جمانة. رد وسألها عايزة ايه. قالت له: أنا بكلمك أطمن عليك، أنت كنت بتعمل ايه في المستشفى؟ صرخ وقال لها: أسيل دمرت لي حياتي. وقبل ما يكمل كانت هي بتتصل عليه ورد عليها، وهي قالت له إن لازم يجي فورا على المدرسة. ونفس الكلام حصل مع أسيل. أما جمانة دخلت لزياد وعرفت اللي حصل، وبعدها قالت له هنتصرف ازاي في غيابها وهي المسؤولة الإدارية عن المستشفى. وبعدها سألته هو يعين حد بدلها مؤقتا. قال زياد مفيش أي شيء واضح، بس أسيل لازم تفضل بعيدة الفترة دي لغاية ما نقيم الوضع ونشوف رأي دكتور بشير. قالت جمانة: لازم طبعا تكلمه، بالنهاية هو صاحب المستشفى، وهيزعل جدا لما يعرف إن دكتورة عنده بتعمل روشتات عشان مصلحتها الشخصية. لكنه قال لها الموضوع ده بالذات مش عايز حد يسمع بيه. اتحرجت جمانة وقالت له تمام. أما سامر راح لأمل الكافيه وقال لها: هاتي البشارة، صاحبتك الدكتورة انطردت من شغلها. اتصدمت أمل وقالت له: انت قلت ايه؟ كمل وقال: رحت لجوزها وحكيت له كل شيء، وبعدها أنا وهو رحنا على المستشفى وفضحناها. اتجننت أمل وقالت له: انت ازاي تعمل كده؟ ضحك وقال لها: مش هتتخيلي كان شكلها عامل ازاي. ما كانتش مستوعبة، بس أنا عملت كده لأنها ظلمتني وظلمتك. عصبت عليه وقالت له: أنا تعبت منك ومن تصرفاتك، هي ما طلبتش مني أي شيء، أنا اللي عرضت أساعدها. قال سامر: حتى لو كده، بس هي استغلتك عشان تتجسسي على جوزها. انت ناسية انها كانت بتهددني. صرخت وقالت له: تستاهل، انت اللي ناسي كنت بتعمل فيا ايه، هي كانت بتخلصني منك. اتصدم وقال لها: وانت كنت محتاجة مساعدة عشان تخلصي مني؟ ردت وقالت: ايوه، ودلوقتي لازم اخلص منك من غير ما حد يساعدني. انت اللي رجعت تاني، يلا امشي من هنا. وخرجته بره. بس هو زعق وقال لها: انا كنت معصب وجانن لانك كذبتي عليا، احنا مستحيل نسيب بعض. لكنها قالت له: انا كل مرة كنت بسامحك وافتح صفحة جديدة ومفكرة ان قلبك طيب، واللي بتعمله ده عشان ظروفك البشعة. بس طلعت غلطانة، انت طلعت واحد بشع، انت كده ممكن تحرمها من ابنها، انت دمرتها، امشي من هنا بقى. قال سامر: انا بحبك. صرخت اكتر وقالت له: امشي بقى، وخرجته بالعافية. اما اسيل وسيف راحوا على المدرسة، وهي قالت لهم ان يزن اتخانق مع زميله وضربه، وسلوكه اخر فترة بقى عنيف، ومن الواضح ان في شيء مضايقه. قالت اسيل: يمكن لاني انا وابوه بننفصل، بس لسه ما قلناش ليه. قالت هي: انا اسفة ما كنتش اعرف، بس حتى لو ما يعرفش هو ممكن يكون حساس. الاولاد اذكى مما نتخيل، وحساسيتهم بتكون عالية تجاه اهلهم، وتحديدا لما تكون العلاقة قوية بين الاب والام. قال سيف: أنا مستحيل أخلي يزن يتأثر باللي بيحصل بينا. ردت وقالت له: يزن عاقل وذكي وحساس، ولازم تاخدوا الموضوع ده في الاعتبار، ساعات الطلاق ممكن يكون حل، بس الأولاد صعب تقبله، وتحديدا لو اتفاجئوا بلا مقدمات. شكرتها أسيل على اهتمامها وقالت: أنا من النهاردة هركز معاه أكتر وهفضل على تواصل معاكي،
واستأذنت ومشت. وسيف كمان خرج ولحقها وقال لها انت ليه خبيتي عليا اول خناقة عملها يزن؟ ردت وقالت له عشان كان عندك حاجات اهم، فما حبيناش نقلقك بمشاكلنا. ومشت خطوات. لحقها تاني وقال لها مفيش حاجة اهم من ابني، ومن النهاردة ممنوع تخبي عني اي شيء يخصه. لكنها قالت له طب تحب هو يعرف انت فين دلوقت ولا نكمل كذبة سفرك لفرنسا؟ قال سيف انت بتهدديني، انا اصلا هقوله اني رجعت. بس هي قالت له وقول له كمان انك مش قادر تسيب صاحبتك الحامل، انت اللي خربت البيت وكسرت قلبي وقلب ابني، ومش هسمح لك تكسره اكتر من كده. قال سيف يزن عمره ما شاف مني غير الحب، عشان كده متعلق بيا. بكرة لما يسألوه في المحكمة هنشوف هو هيختار مين، اكيد هيختارني انا. وسابها ومشي. بس هي قالت له للدرجة دي واثق من نفسك؟ بصلها وقال طبعا. عارفة ليه؟ أنا عارف إني غلطت وخنتك وإنها شيء بشع، بس عمري ما كنت أب سيء، وإنتي عارفة كده. اوعي تفكري للحظة إنك أحسن مني، بالعكس إنتي أسوأ بكتير. إنتي خنتيني مع أعز أصحابي. تحبي يزن يعرف؟ وقبل ما ترد رن تليفونه، كانت تيا، ورد وقال لها أيوة يا حبيبتي، وسابها بكل برود. والحركة دي شعللت النار جواها. وبعد شوية اتصلت بأمل وقالت لها أسفة ما قدرتش أرد عليكي، بس كان عندي اجتماع في مدرسة يزن. قالت أمل بدموع أنا أسفة على اللي عمله سامر. قالت أسيل مفيش مشكلة، بس مش المفروض إنكم سبتوا بعض. ردت وقالت لها أيوة، بس هو جه عندي وحكالي اللي عمله. أنا بجد بعتذر منك. قالت أسيل أنا كويسة ما تقلقيش، بس عايزاكي توعديني لو رجع تاني يضربك لازم تشتكيه على الشرطة. وافقت أمل وقالت حاضر، وبعدها قفلوا. أما نادين قابلت جمانة، وبعد ما عرفت اللي حصل من أسيل واللي حصل فيها قالت أنا بجد مش قادرة أصدق، بس هي دلوقتي خلعت وشها المثالي وفرجتنا حقيقتها. أنا طول عمري كنت حاساها لئيمة، بس احنا غلطنا، كنا لازم نقول لسيف، يمكن ما كانش ده حصل. قالت جمان أنا جربت أحل بينهم، بس في الآخر أنا اللي طلعت غلطانة، هما الاتنين رافضين يكلموني. قالت نادين تستاهلي، كان لازم تاخدي موقف من الأول. عصبت جمانة وقالت لا ما تزودهاش عليا بقى. وسألتها سالم كلمها؟ ردت وقالت لأ، ومرجعش البيت، شكله مستخسر يشوفني أو يواجهني، بس يمكن يكون راح وأنا مش هناك، أنا أصلا مش طايقة أشوفه. بس هي قالت لها أنا مش عايزاكي تكتمي جواكي. قالت نادين أنا خلاص ما بقاش فارق معايا. لكنها قالت أنا عارفة إنك زعلانة ومقهورة، بس بكرة هيرجعلك ويترجاكي تسامحيه وهتشوفي. في الوقت ده سالم راح على البيت فعلا، وفضل ينادي على نادين ويفتش عليها، بس طبعا ما كانش فيه أثر. وفكر إنها سابت البيت ومشت. ووقتها سمع صوت القطة واتفاجئ بيها وقال لها فين أمك؟ وافتكر أول مرة شافها مع نادين، وإن كان عايزها ترجعها على الشارع، بس هي ترجته وتفضل معاها. وفاق من الذكرى دي وأخد القطة وفضل يلعبها، بس هي خربشته. أما نورة كانت معدية وقالت لها أنا مش قادرة أشيل أسيل من راسي، بجد دي ست مجنونة، بس انتي كمان هبلة، ازاي أمنتي الأمل بالسرعة دي ودخلتيها بيتك؟ ردت وقالت لأني غبية، شفتها طيبة وعاقلة وصدقتها. قالت نورة كويس انك اعترفتي، بس تيا قالت لها وانتي برضو كنتي حطاها فوق راسك، ده انتي اهديتيها المعرض بتاعك. قالت نورة كنت اعمل ايه وهي خلصتني من الموت؟ كنت اعرف منين انها مجنونة؟ ازاي بس قدرت تخبي حقيقتها عن العالم؟ ولما رجعت أسيل على البيت بدأت تلم كل أغراض سيف من مكتبه، وهي بتفتكر قد إيه حياتهم كانت سعيدة ومليانة حب وحنان. حتى كتبه ومشاريعه كبتهم بالزبالة، وبدأت ترص أغراضها هي. واتقابلت نورة مع كرن، وطبعا كان معاها خبر باللي حصل لأسيل والكلام اللي اتنشر على السوشيال ميديا. وشوية وشافوا هبة مرات الدكتور بشير صاحب المستشفى، ندت لها نورة وقعدوا كلهم سوا. وبعدها قالت زمان أمور المستشفى اتلخبطت من بعد اللي عملته أسيل. قالت هبة أنا أول ما بشير قال لي ما صدقتش، بس بعدها قال إن الشاب اللي عمل المشكلة لعيب قمار وبتاع مشاكل ودايما بيضرب مراته، وواضح إنه مريض. قالت كرم بس أنا سمعت إنهم أعطوها أجازة مفتوحة، يعني تقريبا هتطردوها. قالت هبة لا أبدا، هي بس أعصابها تعبانة شوية وأخدت بريك. أنا سمعت إن جوزها بيخونها. اتغيرت ملامح نورة وكمان تيا. وهبة كملت وقالت أنا مش عارفة إيه الستات اللي بتصاحب رجالة متجوزين ويخربوا حياتهم دول، ربنا يبعدهم عننا. شرقت نورة واتضايقت تيا وقامت بحجة إن وراها شغل ومشت. أما سيف كان بالشركة ومعصب على الآخر لدرجة إنه زعق لموظف عنده بدون سبب. ودخلت ريم وهي بتتكلم في التليفون، وبعدها قالت له أستاذ عماد سحب المشروع. فقد أعصابه تماما وقال لها نعمل إيه دلوقت؟ ردت وقالت له بيطالبونا بكل المصاري اللي دفعوها.
رد وقال مش احنا صرفناهم معاشات وشحن. قالت ريم انا شايفة انك لازم تتكلم معاه، بس هو قال لها اطلعي بره. ولما رجعت نادين على البيت فضلت تنادي على قطتها وتفتش عليها في المكان، لدرجة انها فكرت انها هربت، بس شافت باب الجنينة مفتوح وخرجت ولقت سالم قاعد بالقطة يلعبها. ولما انتبه ليها وقفوا الاتنين يبصوا لبعض من غير كلام، وهي اخدت القطة ودخلت. نادلها سالم بس مردتش. اما اسيل راحت تاخد يزن من المدرسة واتقابلت مع ماريا وريم اللي طلبت انهم يتكلموا سوا. وافقت اسيل وراحوا على جنب. ويزن قال لماريا أكيد هيتكلموا عن بابا. سألته عرف منين، رد وقال حسيت. وريم قالت لأسيل أستاذ عماد انسحب من المشروع وبيطالب بالدفعة اللي أخدناها. قالت أسيل وطبعا مفيش دفعة. قالت ريم طبعا كان في معاشات متأخرة، وكمان كل الموظفين أخدوا نص راتب، ولو مفيش أي جديد معناها إن هنعلن إفلاسنا. قالت لا طبعا انتي وماريا وضعكم المادي هيتضرر. وبصت ليزن وبعدها قالت بس احنا وأولادنا ليه ندفع أخطاء سيف. سألتها ريم تقصد ايه. ردت وقالت احنا نقدر نغير الوضع، بس على شرط انتي لازم تساعديني. وعلى المسا كانت نادين بغرفتها والقطة اختفت تاني، وفضلت تفتش عليها ولقيتها برضو مع سالم بيلعبها. ولما شافته قالت له انت لسه هنا ليه. قال لها شفتك نايمة قلت اقعد شوية مع القطة، بس هي قالت له ما تشيلش همها، هي متعودة تقعد لوحدها. رد وقال حتى لو متعودة بفضل نبقى مع بعض. وقام ومسك ايدها وقال لها ممكن ندي لنفسنا فرصة وننسى اللي حصل. سحبته على المطبخ وشاورت على بيت أسيل وقالت له ازاي هننساهم. رد وقال ننقل من هنا، نبدأ من جديد في مكان لوحدنا. بس هي قالت له انت مفكر اللي حصل سهل انساه. انا كنت هسيب البيت واروح عند اهلي، بس اختي غضبانة وعندهم، بس اول ما يستقر الوضع هروح عندهم. اتفاجئ ولا انت عايزاني امشي. مردتش، وهو بص للمكان من حواليه وقال لها ماشي، انا هبقى ارجع بعدين اخد اغراضي ومشي. اما سيف كان عند تيا وبيشوف صور يزن، وكل ما يلمح صورة الأسيل يتضايق. وجت تيا وقعدت معاه وقالت له كل حاجة هتبقى كويسة، هنتجوز وأمورنا هتتظبط صح. ابتسم بصعوبة وفضل ساكت. وهي قالت له هو في حاجة حصلت. رد وقال لها مفيش حاجة ما حصلتش معايا، وآخرهم أبوكي قرر ينسحب من المشروع. اتوترت وقالت له أكيد هتلاقي حد تاني بداله، بس هو قال لها عايز ياخد كل المصاري وأنا مش عارف أرجعهم. قالت له بلاش تضايق نفسك وإن شاء الله محلولة. لكنه قال لها أنا لو ما كنتش مستقر ماديا مش هقدر آخد حضانة يزن. استغربت وقالت له حتى لو جبت تقرير طبي تثبت فيه حالتها النفسية. عصب وقال لها اتكلمت مع المحامي وقال إن شهادة سامر لوحدها مش كفاية، لازم أمل تشهد معاه، وبعدين المحكمة ممكن تطلب تقرير نفسي، بس أنا مش هخليها تاخد ابني، تاخد كل شيء إلا ابني. قالت تيا طب لو افترضنا إنها أخدت الحضانة لفترة، انت أكيد لما تتحسن أمورك هترفع دعوة وترجع تاخد الحضانة تاني. لكنه قال لها انت عايزاني أسيب ابني بالسهولة دي. ردت وقالت له ده مش قصدي، أنا بس خايفة تتصرف أي تصرف عشان الحضانة فتأذينا إحنا. قرب وقال لها أنا مش هعمل أي شيء يأذينا، وضمها ليه. وبعدها قال بكرة لما يزن يجي يعيش معانا هنكون عيلة مرتاحة ومبسوطة. ابتسمت تيا ومردتش واترمت بحضنه. وخلصت الحلقة على كده. ياريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لأول مرة تشوفوها، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.